مصر بجد بقت لازم تتبخر الشهر ده. خليني اشرح لك الكلام عليه. الفتره دي مصر بتثبت انها القوه اللي بتتحكم في القرار الدولي والاقليمي، وما شاء الله الانجازات اللي بتحصل مش طبيعيه. اخرها ان حفله جوائز جراميز العالميه هتتعمل في مصر يوم 22 اكتوبر، وده اكبر حدث موسيقي في العالم، ومصر بتستضيفه لاول مره في تاريخها. ده غير ان مصر بقت اول بلد عربيه تمسك رئاسه الايزو، ودي المنظمه اللي العالم كله بياخد منها معايير الصناعه والجوده. يعني اي حاجه بتتصنع في اي بلد دلوقتي عليها بصمه مصريه. وفي نفس الشهر مصر خدت رئاسة المجلس التنفيذي لليونسكو، يعني كمان قرارات الثقافة والتعليم مصر هتشارك فيه. وسياسيا بقى مصر قدرت تلم العالم عندها وتوصلهم لاتفاق سلام في غزة بعد سنتين من الحرب. وطبعا في الرياضة المنتخب المصري اتأهل رسميا لكأس العالم، والناس كلها نزلت في الشوارع تحتفل. ده غير ان العاصمة الإدارية استضافت بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، ومنتخب الناشئين عندها حقق 13 ميدالية في أول يومين بس من البطولة. وفوق كل ده بقى لما مية النيل زادت فجأة والكل خاف من الفيضانات، مصر قدرت تحول الأزمة دي لإنجاز، وعملت من المية الزيادة فايدة زراعية. يعني طلعت من الأزمة بمكسب. وخليكم معايا بقى عشان تعرفوا الإنجازات بتاعت نص الشهر اللي جاي.